ايه الاخبار يا صديقي؟ النهارده هنتكلم في شويه حاجات مهمه جدا، واعذرني على المكان الدوشه اللي انا قاعد فيه. المهم، كباس التكييف ودخلة الصيف اللي احنا داخلين عليها دي، وكم حاجه فعلا هتبقى متعبه لينا من حراره العربيه، من موضوع كبير. المهم ركز معايا. اول حاجه، لو عندك رايش في دوره التكييف والكباس جاب اخره وهتغير كباس، هتغير معاه السربنتينه الاماميه برضو، وهتعمل دوره تنظيف نظيفه. ويبقى احسن لو لقيت مركز صيانه يقدر يعمل لك ده بالفريون المخصص ليها، لانه فريون سائل وبينظف الرايش وبينظف الكلام ده كله، في نفس الوقت ملوش اي اثر، ومتناسب جدا مع الفريون اللي هتحطه بعد كده. دي حاجة مهمة جدا. الحاجة اللي بعدها وهي حرارة العربية اللي بتزيد مع التكييف. بس صديقي بعد إذنك لازم دايما تراجع على درجة الحرارة بتاعت عربيتك، لأن المروحة ماشي هي العامل الأساسي في الموضوع ده. ممكن السرعة الأولى تبقى فاصلة أو السرعة التانية تبقى فاصلة، في أي حاجة من الاتنين هيبقى فيه مشكلة. فركز في الموضوع ده دايما، شيك على الجداول بتاعتك. لو لقيت المراوح برضه بتشتغل بعد ما انت بترجع من مشوارك في فصل الصيف، عادي جدا. العربيات الرينو لوجان فيها اوبشن سيفتي، الموتور درجة حرارته 95 او اعلى، وانت ركنت وقفلت العربية المراوح بتفضل شغالة. ما تقلقش من الموضوع ده نهائي، ده طبيعي والدنيا تمام. حاجة كمان وهي الرادياتير. جماعة احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مرة على القناة هنا، ماشي، ان احنا الرادياتير بتاع الرينو لوجان الرفيع المانوال ما ينفعش اصلا عندنا في مصر. تبريده وحش جدا، اداؤه وحش جدا، ما ينفعش فيه التسليك اكتر من مرة، بيتسد بسرعة، بطيء سريان المية فيه، فمش ألذ حاجة. يفضل ان انت تجيب ميه مخصصه للعربيه، سواء حمراء او خضراء او خلافه. ان انت تكون مركب الرادياتير بتاع الرينو لوجان الاوتوماتيك، او لو انت مثلا معاك اي عربيه تانية مش لازم الرينو لوجان، ممكن تجيب اي سربنتينه وتركب عليها العلب بتاعتك. اهم حاجه انها تكون 2 ريشه او 2 ميجر او حاجات كتير قوي. المهم دي مصطلحات انا مش عايز ادخل فيها دلوقتي. اهم حاجه بس زي ما قلت لك، الرادياتير لو انت ركبت بتاع الاوتوماتيك عندك، اتاكد ان انت مستفاد جدا في الموضوع ده. في حاجات كتير جدا هتستفاد بيها في الموضوع ده، خصوصا هي الحراره. التكييف بيطلع حراره، ولو عندك مشكله اساسيه اصلا في عربيتك، زي مثلا ان انت حاطط شحنه بزياده، الشحنه الزياده دي هتولد حراره اكتر جوه السربنتينه بتاعه التكييف، ماشي، وهتسخنك السربنتينه بتاعه المايه. فطبعا مش احسن حاجه، يعني ما اكدبش عليك. حاجه كمان يا صديقي وهي الكبس بتاع الفريون. العربيه بتاخد من 400 ل 450 جرام فريون، دي حاجة ما فيهاش أي مشكلة. طبعا ممكن تختلف على حسب عربية للتانية، لو عندك سدد، لو عندك السربنتينة اللي انت مركبها مش بتاعت العربية، أو أصغر أكبر حاجة بسيطة، مش هتلاحظها غير لما تشحن. فحضرتك لما هتشحن، لو عربيتك برضو رينو لوجان، هتلاقي لو كبس زيادة هتلاقي إن الأداء بتاع التكييف مش أحسن حاجة. تمام، حتى لو تبريده كويس ممكن تلاقي الحرارة بتعلى، ممكن تلاقي الكباس، وده كموضوع امان اكتر، ان الكباس يقعد يفصل ويشتغل، وخصوصا اول ما تشغله يقعد يفصل ويشتغل، يفصل ويشتغل اكتر من مرة. ده معناه ان انت عندك كبس زيادة. وحساس الضغط بتاع الفريون بيقول للعربية الضغط عندي زيادة، وقف شغل، وقف شغل، لحد ما يتظبط الضغط في الدورة، وبعديها تلاقيه شغال معاك على طول. طبعا غير ان هو بيتسبب في تقل جدا على المحرك، بيبقى اصعب على المحرك ان هو يشغل فريون زيادة، لان الكباس هيضغط بزيادة. فالموضوع كله نسبة وتناسب. حط النسبة المعقولة لعربيتك، هتلاقي احسن اداء بامانة. تلاقي الحرارة عندك في عربيتك مظبوطة، هتلاقي كمان عمر الكباس معاك طول، ودي حاجة مهمة جدا لوحدها.